السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعرف مع بعض ازاي نوفر اكتر من 3000 في وقت قصير جدا. طبعا انتوا عارفين ان ظروف الحياة بقت صعبة جدا، والوضع اللي احنا فيه والغلاء الاسعار والحاجات دي. طبعا لازم الاولاد هم كمان يتعلموا يوفروا. يعني مش لازم كل حاجة على الأكلات السريعة، ومش لازم مش عارفة كده. برضو ممكن ماما تعمل لهم حاجات في البيت، تعلم يعني. أول حاجة أنا مثلا بقبض 4000، بقبض 5000، بقبض 6000. أول حاجة بعملها إن أنا بطلع منها جزء بسيط جدا 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 لله. بروح أول حاجة بعملها. تاني حاجة بروح جايبة الباقي، يعني على قد مقدرتك، مش حاجة كبيرة يعني. ده طبعا دي حاجة بتزود البركة، بتزود الخير. وهتجربي وهتشوفي ان شاء الله. وعن تجربة والله. فالحاجة اللي بتطلع لله دي بتزود الحاجة اضعاف مضاعفة، والحمد لله. المهم، انا مثلا عندي ميزانية 4000 او 5000، بروح مقسماهم. طبعا انا عندي 30 يوم. بخرج طبعا إن كان قسط جمعية، قسط شقة، قسط حاجة. الباقي بروح جايه نازله جايبه كل اسبوع طلباتي على قد احتياجي. على قد احتياجي، ما اجيبش حاجه واخزنها في الفريزر، ما ملهاش لازمه. كده كده انا بجيب الحاجه على قد احتياجي. اللي ما يكون في مناسبه مثلا او في حاجه، برضو بجيب الحاجه على قد الاحتياج. وطبعا ما بصش لحد. انا لو بصيت لاختي ولا لاخويا ولا لجارتي ولا لحد من زمايلي او من اصحابي، هزعل، اكيد هزعل. لكن انا في الاخر الحمد لله راضيه باللي ربنا قسمهولي، وبمشي على قدي. وربنا اكيد هيبارك لي فيه. وهيتبقى مني على فكرة. ممكن اروح اجيب ذهب. يعني مش لازم ذهب يعني جرامات ولا حاجات كبيرة، لا، ممكن حاجة بسيطة، ممكن بريمة حلق، ممكن ما شاء الله صغننة كده، اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى الاشكال الحلوة دي، اللي هي بتبقى صغننة كده، اللي هي مثلا مش عارفة كام ملي حاجات دي. شهر ورا شهر ورا شهر ورا شهر هتجمع، هتعمل لي كام جرام. هتفرق معايا في الاخر، وهبقى وفرت احسن من اللي معاه مرتب 10000 و15000 ومش عارف يوفر حاجة وبيصرفهم كلهم. وطبعا لازم نعلم الاولاد هم كمان ان هم يوفروا، ما يعوزوا حاجة مش لازم يطلبوها من بره، يطلبوها من ماما. ماما هتعملها لهم في البيت باقل التكاليف. باقل يعني باقل حاجة. وهتبقى مفيدة ومغذية. طبعا احنا عندنا طبعا احنا خلصنا الحمد لله المدارس والدروس والحاجات دي كلها. كان في طبعا حاجات كتير رايحة على الدروس، وجزء كبير من المرتب والحاجة كانت رايحة على الدروس وعلى المدارس وعلى المصاريف وعلى الفطار وعلى الحاجات دي كلها، السندوتشات والحاجات. طبعا لازم نعلم الأولاد كل واحد يكون عنده حصالة، كل واحد ياخد مصروف هيعينوا فيه. حتى مصروف العيد برضو لازم يوفر منه، لازم يتعلموا يوفروا عشان يطلعوا. يعني عارفين برضو الدنيا صعبة، يعني مش هنحملهم يعني اكتر من هم لسه برضو مهما كان اطفال وكده، بس لازم يتعودوا ان هم يوفروا. ليه بقى؟ عشان لما يجوا يفتحوا الحصالة في وقت معين، لازم تعرفوهم ان الحصالة دي تتفتح في وقت معين. اقل حاجة مثلا 6 شهور. بحيث اكون دبقت هم كده، هيتبسطوا وهيفرحوا هيحاولوا، هيتعودوا ان هم يعملوا الموضوع ده تاني كتير. بحيث ان هم هتفرق معاهم. اللي نفسه في حاجة هيشتريها، اللي عاوز حاجة مش قادر ماما تجيبها له هتكملوا عليها وتجيبها له. اللي عاوز يروح مثلا رحلة، اللي عاوز يروح هيتعودوا عليها وهيتبسطوا منها وهيعملوها. و... وطبعا الايام صعبة اكيد كلنا عارفين، واحنا بنحاول يعني بقدر الامكان ان احنا نوفر في الحاجة. فربنا يعين الجميع ويعيننا ويعينكم ويعين المسلمين اجمعين على الوضع اللي احنا فيه. وان شاء الله خير، احنا احسن من غيرنا بكتير يعني. الحمد لله والله. يعني الواحد بيحمد ربنا. واكيد ربنا سبحانه وتعالى مش هيتخلى عننا في الايام المفترجة دي. ربنا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأعياد والحج والمناسبات السعيدة اللي داخلة علينا. ربنا يا رب يبلغكم، يبلغنا جميعا يعني رمضان ووقفة وعرفات والحج وكل الأيام السعيدة. وبقول للأطفال خلي بالكم، حافظوا على فلوسكم، حاولوا تتعلموا التوفير يعني بقدر الإمكان. برضو ما تحرموش نفسكم من حاجة أكيد.
بس المصاريف اللي هي بتروح ملهاش لازمة دي وما بترجعش، مش في دلوقتي مش مستحبة يعني. لازم برضو عارفين ان المدارس بقت مصاريفها غالية، والكتب والدروس والحاجات، فبنحاول نساعد على الأقل نساعد نفسينا بقدر الإمكان. وربنا يصلح الحال يا رب للجميع. طبعا هنا انتوا شايفين اهوت، بسم الله ما شاء الله، دي 3000 جنيه اهي في اقل من 3 شهور، ما شاء الله يعني. شهر فيه 200، شهر فيه 150، شهر فيه 300، شهر ما فيش، شهر فيه 500. سبحان الله، هي حسب بقى كل شهر يعني، يعني والظروف بتاعته. فحاولوا بقى ان انتوا تقفوا مع بعض وتساعدوا بعض. وطبعا احنا ربنا يكرمنا جميعا ويصلح حالنا، وكل سنة واحنا طيبين جميعا يا رب، واولادنا بخير، ربنا يهديهم ويهدينا ويهدي الجميع يا رب، وينصر فلسطين ويصلح حالنا. ونحاول برضو نساعد بقدر الامكان اي حد محتاج يعني، حاجة بسيطة، حاجة بسيطة خالص، ولو حتى لو انا معايا 10 جنيه، لو هساعده بجنيه، لو معايا 100 جنيه، لو ساعده ب10 جنيه، ما فيهاش حاجة، برضو ربنا اكيد هيكرمني وهيزود. احنا كده داخلين على العيد ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا ان شاء الله عليكم بالخير واليوم والبركات. وان شاء الله تحجوا بيت الله الحرام، وتقفوا على عرفات، وتروحوا وترجعوا بألف سلامة. كل سنة وانتم طيبين.